السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة 12 من بودكاست بذكر. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، حاجة ربنا وصى عليها في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليها في أحاديثه. طيب إيه هي؟ صلة الرحم. وقبل ما نبدأ، لو استفدت ما تنساش اللايك والشير عشان البودكاست يوصل لغيرك، فالدال على الخير كفاعله. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. زمان كان الناس قريبين من بعض والعيلة كلها في بيت واحد أو في شارع واحد، وكانت طبيعي تلاقي الزيارات شغالة والناس متواصلة دايما. لكن دلوقتي بقت حياتنا سريعة جدا، ممكن يعدي عليك شهور وسنين من غير ما نسأل حتى على أقرب الناس لينا. بس يا ترى إيه أهمية صلة الرحم في حياتنا؟ أولا، ده أمر مباشر من ربنا سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني ربنا بيراقبنا في تعاملنا مع أهلنا وقرايبنا، واللي بيقطع رحمه يعرض نفسه لعدم رضا ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني لو عايز رزقك يزيد وعمرك يبارك فيه، يبقى عليك وعلى صلة الرحم. لكن السؤال اللي ممكن يجي في بالك دلوقتي: لو حد من قرايبي بيزعلني أو مش بيتواصل معايا، أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح الفكرة دي وقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني مش شرط اللي يبدأ التواصل يكون التاني، لو هم قطعوك خد انت الخطوة الأولى، كلمهم وزورهم واسأل عليهم ولو حتى برسالة أو مكالمة. طب ازاي نطبق صلة الرحم في حياتنا؟ كل الفكرة انك هتاخد الخطوة، وأول حاجة هي زيارة الأهل حتى لو كل فترة بسيطة. طيب، أو مكالمة تليفون لو الظروف مش سامحة بالزيارة. طيب، أو رسالة واتساب أو أي رسالة على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي المنتشرة في الوقت الحالي. المهم تحسسهم إنك فاكرهم ومش ناسيهم، أو تقدم مساعدة لأي حد منهم لو محتاج حاجة، ولو حتى دعوة بظهر الغيب. وأخيرا، ما تنساش إن صلة الرحم مش مجرد عادة اجتماعية، دي عبادة وسبب للبركة في حياتك. ولو الدنيا شغلتك، افتكر الحديث ده وخد أول خطوة، لأن الأجر كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يجعلنا من الواصلين لرحمهم ويديم ما بيننا المحبة والخير. أشوفكم في الحلقة الجاية بإذن الله تعالى. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.